البنات، وش راكم؟ وش صحتكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا لاباس. ان شاء الله اللي شاف الفيديو كامل يكون لاباس وبخير. قبل ما تشوفوا الفيديو ان شاء الله تعجبكم الغوصات، ديروا لي جام وابوني وكومونتير مليح كيفكم، ادعموني تطلع القناه تشوفوا المنظر كيفاه يشهي. تبعوا الوصفه الاخر بتعرفوا المقادير بالضبط. انا البنات جبت زوز عظمات، زوز بيض، نحطوهم هكا في حاجة، في بسينة واش كان، ونديرو معاهم 6 مغارف سكر ونطلعوهم حتى يبيض الخليط ويعود رغوي ويضاعف حجمه. الوصفة تاعنا واش فيها البنات؟ زوز عظمات، 6 مغارف سكر، 6 مغارف حليب، 6 مغارف زيت، كاس فرينة 220 مليلتر هذاكا، وخميرة تاع كاطو، واي معطر تاع نسكافيه ولا كراميل اللي عندكم ونوجدوا معنا بعضنا. هناك قلت لكم حطيت زوز عظمات، حطيت 6 مغارف سكر، ونبقى نضرب بالمضرب الكهربائي حتى يتضاعف ويبيض الخليط. هاكم تشوفوا كيف ما هو الفيديو هو موضح، ان شاء الله تكون كلش واضح. هنا هاكم تشوفوا بيض لي الخليط وتضاعف حجمه. انا هنا بقيت ضربت شويه واحده اخرى حتى يعني الخليط كتف. هنا بعد ما ضعف لي الخليط وبيض لي حطيت 6 مغارف، حطيت 6 مغارف زيت، وراح نزيد نحط 6 مغارف حليب. انا الحليب كان في الفريجيدار خرجته حطيت 6 مغارف. ما تسخنوهش وما تضيفيوهش البنات، هنا هذا عادي من الفريجيدار. حطيت 6 مغارف وراح نكمل بالباتور نضرب حتى يتجانسوا المقادير مليح مليح. قيس دقيقه واحده اخرى ولا زوز. هنا المضرب الكهربائي لازم كيما نقولوا حنا هو اللي راح يدخل لنا الهواء في هذاك العظام ويجينا الجنواز تاعنا خفيف. هاكم تشوفوا البنات كيف ما. هنا بعد ما دخل لي هذاك الخليط مليح تاع المكونات الكل، زدت انا ما عنديش الكراميل هنا، الاكستري تاع الكراميل ما عنديش للاسف. حطيت اكستري تاع نسكافيه يتماشى مليح مع الكراميل مع الديكوجا اللي راح نديرو ومع الياقوت. شوفوا كلش تاع نسكافيه يتماشى مليح، ما تكتروش بك، حطوا قيس نص مغرف صغير والمغرف تاعكم تكونش كبيره ياس. حطيت كاس فرينه 220 مليلتر مغربل، انا غربلته قبل ما نحطه، وحطيت ساشي تاع خميره تاع كاطو، ساشي كامله تاع خميره تاع كاطو. نخلط هكا بالفوي. هنا نحيت المضرب الكهربائي وراح نجيب فوي ونخلط مليح المقادير ونحطها طيب لي على درجه حراره 180 من فوق ومن تحت تدي لون مليح ونخرجها. هنا البلاطو البنات راح تحرق لي شويه من دجاج المحمر طيبته قبل باه ما تقولوش تحت تعليقات سلبيه. اصغر بلاطو عندي مرقيتش بلاطو واحد اخر. هنا حطيت الخليط هذا تاع الجنواز تاعي ولا تاع البسكوي، هذا راح نحطه قلت لكم في الفور 180 درجه من فوق ومن تحت ياخذ لون مليح هكا اصفر، ونخرجوا ونكملوا الوصفه كامله مع بعضنا. هنا اذا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش في الجام والابوني. حطيتها الطيب. هنا بعد ما طابت خرجتها راح ندير لها هكا بالفرشيطه اثقب باه نشربها. هنا مازالت سخونه البنات، جوست خرجتها من الفور. هنا البنات جبت كاس حليب حطيت فيه مغرف كاكاو، ما عنديش تويسكو هذيك الدراري صغار. هنا درت غلطه برك ما حركتوش، انتم حركوه مليح. انا حركته نحسبه صايداب ومازال كحلي شويه من تحت، كيف وقت بالغلطه رحت حركته وكملت شراب. هنا المقطع تاع تطلع الشونتي تحدف لي للاسف. هنا جيبوا نص كاس شونتي البنات، نص كاس مع بارد ولا حليب بارد، بارد جدا يا البنات، مش بارد يكون من الكونجيلاتور، بارد جدا. انا فيه الكلاصون هذاك اضربوه بالمضرب الكهربائي حتى يطلع لكم مليح كيما هكا يعود ثقيل ثقيل. وكي تبرد البسكويت تاعنا نجيو نحطو نزينوه باه. هنا الطبقه الثانيه البنات وجدتها تاع قلت لكم وحطيتها فوق البسكويت تاعي. هنا راح نحاول نسياها تعود لي كامله في البسكويت وتعود كيما نقولوا احنا حجم واحد. ونجيو للطبقه الاخيره التزيين. هنا البنات عفوا كي كملت الطبقه هذه حطيتها في الكونجيلاتور نص ساعه في الكونجيلاتور مش لتحت، خليتها نص ساعه بردت مليح باه نجيو المرحله الاخيره هي التزيين. هاكم تشوفوا هنا تزيين البنات. كان عندك البنان حطيه، ما عندكش دير الديكوجال وتجي لبس بها وتجي بنينه ما يخصها والو تجي تحفه.
عندك البنان ولا فراز، حتى الفراز يتمشى ياسر مع القوط على الكراميل يتمشى ذوقه ياسر مع البسكويت تاعنا. تحبي البنان كيما انا خيرت البنان، ديري البنان. هنا اديكو جا الوصفه تاعو البنات من تحت. يجي روعه روعه روعه. حطوه هكا فوق البنان، وهذه هي الطبقه الاخيره. حطيتو هكا البنات زينتو درتو خطوط. هنا كي تجي تبقى غليظه كيما اللي درت هذه انا، مشيوها بشوي بشوي، ما تبعزوهاش كيما نقولوا حنا، مشيوها هكا بالعقيله بالعقيله، وتستوى معاكم وتجي رائعه. ديروا كيما درت انا البنات، وان شاء الله يا ربي تعجبكم المذاق تاعها، وتدعيوا لي دعوه مليحه ان شاء الله. هنا انا على ضمانتي راهي تجي روعه. انا بلاطو درتو اتكل فيه هكا ما مش تعين. وهاي الصور الاخيره للبلا، وبصحتكم مسبقا. باي باي.